متر ونص في 3 طبعا على حسب مكان المدخل ومكان الشباك. فانا هفترض هنا كده كسكتش البوزيشن ممكن يبقى عامل ازاي، وانت شوفي طبعا الاقرب للواقع وتعمليه يعني. لو انا افترضت ان انا عندي عرض الحمام متر ونص كده، وعندي الطول بتاعه 3 متر كده اهو، يبقى انا عندي هنا متر ونص في 3. لو انا جيت كده هاخد على الضلع الصغير، هفترض ان المدخل من على الضلع الصغير. فاحنا بنعمل ايه؟ لو انا على حسب الطرقه وتوزيعة الطرقه، لو انا المدخل بتاعي من هنا، احنا هنوزع الاجهزه بتاعتنا على اليمين، يعني دايما فتحه الباب قصادها الحيطه اللي بوزع فيها الاجهزه بتاعه الحمام. ولو من هنا يبقى العكس. فانا لو افترضت مثلا ان الباب من هنا اهو كده، ادخل الباب بتاعي من هنا كده اهو، فانا اذا هشتغل بتقسيمتي على الاجهزه اللي هنا. الشباك ايا مكان، يعني لو مكانه في الضلع القصير ده في اي حته، حاول تحطيه قدام الباب. يعني انا هعدل عليه ان الشباك يجي هنا في الجزء دوت. عندنا بقى كذا بروبوزال. افضل بروبوزال انا بفضله ان الشاور يجي في الاخر هنا كده اهو، دي كده منطقه الشاور تمام. وعندي هنا منطقه القعده، سواء دفن طبعا او قعده عاديه، هتبقى جايه هنا كده كده. وعندي هنا الحوض هيكون موجود هنا كده. طبعا على التساوي بقى، يعني ممكن تقسميها مثلا متر متر متر، ده تخيل. وطبعا لو الطرقه جايبه عكس فهقوم عاكس الحمام عامل له ميرور. في تصور تاني مثلا لو الشباك هو اللي على الضلع دوت، لو على الضلع ده مفيش مشكله، يبقى انا حاجه كويسه. الحيطه هنا عندي مصمطه، وممكن اعمل جروف هنا، جروف عشان خاطر يخدم على الشاور بتاعي. وساعتها لو الشباك على الضلع الطويل، يبقى انا هجيب الشباك فوق القعده، احط الشباك هنا كده. وطبعا لو الباب هنا والشباك هنا لا، يعني لو الباب هنا والشباك هنا، يبقى احنا هنعدل مكان الباب، بحيث ان انا في الاخر اوصل للنتيجه دي، متر ونص في 3 متر.